في حد بعتلي بيقولي عايزين مواصفات الزوجة الصالحة. انا كنت اتكلمت قبل كده عن مواصفات الزوج الصالح ومكانته عند ربنا، وربنا كمان عامل مكانة كبيرة جدا للزوجة الصالحة. الدليل على ده الحديث اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها حصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني تصلي الفروض الخمس وتصوم شهر رمضان وتطيع جوزها فيما يرضي الله وتكون ست كويسة. اللي تعمل كده بقى مكانها ايه عند ربنا؟ ربنا بيقول لها ادخلي الجنة من اي باب تختاريه. وربنا قال في القرآن: ان الرجال قوامون على النساء بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. يعني ايه قانتات؟ يعني ست هادية. يعني ايه ست هادية؟ الراجل اسير السلام، يعني بيت فيه تفاهم وهدوء مش صوت عالي، ويكون أسير برضاه يبقى في الخدمة لما يعيش في سلام، ولما يكون مجهوده متقدر وتعبه عشان البيت متشاف. إنها لما تطلب حاجة للبيت تبقى بطريقة مليانة مودة وحب، وإنها تكون بقدر المستطاع كلما نظر إليها أسرته. يعني لازم تهتم بنفسها وبالبيت، بس برضه لازم يساعدها، وخصوصا لو في أولاد عشان يبقى عندها وقت وتقدر تهتم بنفسها. ولا إيه؟ خد لحظة للتفكير واسأل نفسك، ما نفسكش تعيش كده وفي الآخر ربنا يكافئك بالجنة؟ الحقيقة إن في مواصفات كتيرة للزوجة الصالحة مذكورة في القرآن أو في السنة، بس مش هقدر أقولهم كلهم عشان وقت الفيديو. قولولي في الكومنتات إيه تاني مواصفات الزوجة الصالحة، وتحبوا نتكلم في إيه الفيديو الجاي. بس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.